الذي يسأل الأخ يعمل في شركة ويقول بأن هذه الشركة تقوم بعمل معاش تكميلي بعد سن 60. حقيقة حرص الناس على التكالب على الحياة الدنيا شديد، وكلما ازداد حرص الإنسان على هذا الأمر كلما شعر بالفقر بين عينيه، وأدرك أن الفقر قادم عليه وسيغرقه، وهذا بسبب الحرص الشديد. الحمد لله، يعني أهل العلم أباحوا على أرجح أقوالهم ما يعرف بالتأمين التعاوني، اللي هو المعاشات والتأمينات التي تعطى ويتولى ولي أمر المؤمنين الترتيب لها بعد أن يصل الإنسان إلى سن المعاش. كون بعض الشركات تتدخل بعد ذلك وتعمل أنظمة أخرى وتساهم فيما تساهم بهذا المال في وضعه في بنوك الربوية كي يستثمر، وكي بعد ذلك تعطي لهؤلاء المساهمين أو المشاركين أو من أخذوا منهم جزءا من المال، يعطونهم بعد ذلك بعد بلوغ سن 60 شيئا من المال. في الحقيقة لا أرى أن تقدم شركة على هذا الأمر، لأن سبيلهم في الحقيقة غير صحيح، ويكفي من ضرره أنهم يأخذون هذه الأموال ويوظفونها فيما لا يرضي الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه الأموال التي يأخذونها من العاملين في الشركة يرابون فيها، توضع في بنوك الربوية، ونحن نعرف وندرك خطر الربا على المجتمعات، وخاصة على المجتمعات الإسلامية. وهذه مسألة في الحقيقة يعني تترك دون إجبار أو إكراه من الموظفين، وبالتالي فإن فعلت شركة هذا الأمر على من يتقي ربه سبحانه وتعالى من الموظفين ألا يشارك وألا يقدم على هذا الأمر.